السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بهذا الطبق نتاع فواكه البحر بالزيتون على شكل طاجين، ورافقتهم مع هاد الوينغز تاع البطاطا في الفران اللي معطرين باللاصوص نتاع الحوت هاد الطاجين نتاع الطاجين هذا يعني، وسلطه نتاع الجرجير والموتزاريلا ومطيشه. شفتوا هاد البطاطا هادي جات رائعه الصراحه. المهم غتشوفوا معايا دابا كيفاش درت لها. فيلا هنا ننتقلوا لطريقه التحضير او المكونات اللي باش غادي نديروا. انا عندي هنايا ما عرفتش هذه واش سيمبيا ولا كلامار صغيره، المهم عندي واحد الكونتيتي نتاع بوزروك، عندي جوج حبات بصله صغار، عندي مطيشه، عندي سوليس، عندي المرقه نتاع الحوت، يعني كيشدوا الحوت وكياخذوا المرقه نتاعهم، يعني كيغليوهم وكيصفيوهم وكيتبقى المرقه ما فيهاش لا ملح لا عطريه لا حتى شي حاجه، غير المذاق نتاع الحوت بوحدو. عندي الزيتون، عندي زيت الزيتون، عندي الملح كما قلت لكم الحامض. بالنسبه للعطريه غادي ندير سكينجبير، الابزار، القزبر، الخرقوم، الثوم وشو سميتو الكروفات او القشور تاع الكروفات. عندي العطريه نتاع الحوت، وعندي الاعشاب المنسمه، وعندي التحميره مدخنه. فدابا غادي ننتقلوا لطريقه التحضير. اول حاجه اول حاجه غادي ندوز نشعل على الكوكوط المرميطه اللي غادي نطيب فيها، وغادي نقطع البصله نتاعي. هنا غادي نشد البصله، غادي نقطعها يعني نشلضها عادي مربعات. تقدروا ديروا بصله كبيره، تقدروا ديروا جوج صغار بحال هكا، او وحده متوسطه. اللي بغى وحده متوسطه يقدر يدير وحده متوسطه. غادي نشعل على المرميطه، غندير فيها الزيت، غادي نخلي ديك الزيت تسخن. هنايا اللي قطعت انا في هذيك البصله، هذه هي المرحله اللي قطعت فيها هذيك البصله. المهم فاش سخنات ليا الزيت غادي نضيف ديك البصله نتاعي اللي قطعتها او شلطتها، غادي نخلطها بحال هكا باش تقلى ليا. وتدبال غادي نبقى مره نقلب فيها بحال هكا، وغادي نضيف لها الثوم. غادي بغيت الثوم تقلى معاها. اللي عنده الثوم طبيعي يقدر يدير الثوم طبيعي. انا ما كانش عندي متوفره في الدار، عندي دائما هذه المجفه بزياده في الدار فكنديرها. غادي ندير مكعب ماجي، غادي ندير سكينجبير، الابزار، قزبر ناشف، الخرقوم، القشور تاع كروفات، العطريه تاع الحوت، البابريكا. بالنسبه للاعشاب غادي نديرهم في الاخر كاع. بالنسبه اللي غادي يديروا الابزار وغيديروا العطريه تاع الحوت، حاولوا ما تكثروش لانه العطريه تاع الحوت كتكون حاره. اللي ما عندوش العطريه تاع الحوت يكتفي غير بالابزار. غادي ندير هذيك صلصه الطماطم. انا كنت غادي ندير مطيشه طازجه، بصح اكتفيت غير بصلصه الطماطم، وغادي نمرق بهذيك المرقه نتاع الحوت. غادي نخلي البصله نتاعي طيب مزيان، عاد في الاخر غادي ناخذ منها واحد شويه بحال هكا. غادي نشوف واش هنا طابت لي البصله ولا لا. لقيتها تقريبا قربت الطيب. غادي ندوق الملح نتاعها الا كانت خاصتها ولا لا. فهنايا شنو غادي ندير؟ غادي البطاطا كنت قطعتها هكا وينكس، غادي نهز منها واحد شويه نتاع لاصوص، غادي نديرهم على هذيك البطاطا بحال هكا، نخليهم على جنب. وغادي نضيف ما عرفتوش الكلامار ولا السيمبيا ولا الحوت، هما اللي غادي يكونوا عارفين كما قلت لكم. انا شيتها هذه مكونجيليا. غادي نديرها الطيب واحد شويه، عاد غادي نضيف عليها بوزروك. هنا ديك البطاطا خلطتها مزيان في هذيك الصلصه اللي حيدتها من الحوت. غادي نضيف عليها واحد الخيط نتاع زيت الزيتون، وغادي نستفها في الصينيه وندخلها للفران باش طيب. هنايا الكالامار غادي نسميها الكالامار. بعد ما طابت ليا غادي نضيف بوزروك، يعني صبرت عليها تقريبا واحد 20 دقيقه وصافي، لانه راه دغيا كطيب. الا طابت فوق القياس كتبقى تجبد. فصبرت عليها تقريبا غير واحد 20 دقيقه وضفت بوزروك
وغادي نضيف لهم الزيتون بعد ما غسلته من الملح نتاعو لانه باش ما يجينيش مالح بزاف. غادي نضيفو بحال هكا من الفوق. واللقطه اللي ضفت فيها الحامض راه ما تصورت عصرت حبه حامضه ودرتها من الفوق. هنا غادي نخلي الطنجره نتاعي شويه محلوله باش تشرب المرقه. غادي نضيف واحد شويه نتاع الاعشاب ونسيمو او القزبر ومعدنوس الا كان عندكم طريين بحال هكا، واحد شويه من الفوق بحال هكا. درت القزبر ومعدنوس كانوا عندهم كونجيليين. صافي غادي نخليها هكا تزيد واحد تخطق واحد 2 دقائق 3 دقائق عاد باش غادي نطفي لها. بالنسبه للسلطه راه ما صورتها لكمش لانه كان عندي رافقتها غير مع الجرجير ودرت فوق موتزاريلا ومطيشه. شوف كيفاش كتجي الصراحه جات رائعه. هنا هاد البطاطا بعد ما طلعتها من الفران غادي ندير عليها واحد الخط رقيق نتاع زيت الزيتون. شو جات المذاق نتاعها وجات زبده جات طايبه. غندير بحال هكا شويه نتاع القزبر ومعدنوس من الفوق حتى هي. وغادي نعمر الطبسين تاعي بهذوك الفواكه تاع البحر. صراحه جاو زوينين، واش نقول عليهم طاجين واش نقول عليهم ما عرفتش شنو غادي نسميهم، مي كانوا عندي وقلت كانت عندي غير شويه من الحاجه فقلت اجي ندير بهم بحال مرقه بحال هكا. صراحه جاو زوينين بزاف بزاف. حتى داك الزيتون فاش طلق فيها جا رائع. نزيد حتى هو نزوق واحد شويه بقزبر ومعدنوس من الفوق. وبهكا الطبق نتاع اليوم كيكون وجد. نتمنى يعجبكم وشو سميتو وتجربوه. دخلوا لي رايكم في خانه التعليقات. رافقتهم بالعصير نتاع التشين اللي كنت طحنته مع البنان والتفاح. وبهكا الطبق نتاعنا تاع اليوم اصبح جاهز. فيه سلطه، طبق كامل متكامل، طبق رئيسي سلطه مع البطاطا في الفران صحيه مع عصير طبيعي. وبهكا غادي ننهي معكم الفيديو. نتمنى نتلاقاو ان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله يا ربي. مع السلامه ونتلاقاو كما قلنا في فيديو واحد اخر. سلام.